الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فتزودوا بها فإنها خير الزاد، وعليكم بصالح الأعمال استعدادا ليوم المعاد. وما هذه الأيام والليالي بذهابها وانصرامها وتعاقبها علينا إلا موعظة للذاكرين. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هذا عام من أعوام أعمارنا قد انقضى، مر كلمحة البصر، مضت أيامه وذهبت وانصرمت، وطويت فيه صحائف أعمالنا. فمن كان قد أحسن فيه فإن الله تبارك وتعالى يكتب له أجر ما أحسن، ومن أساء فعليه بالتوبة قبل الندم. هذا عام وسنة من السنوات قد انتهت، وما فيها من أفراح وأفراح، ما فيها من مسرات ومن آلام، وما مرت عليه الأمة من فتن. هذا عام قد مضى، قد يفرح بعضنا بالعام الجديد، ولكن لا يحق هذا إلا لمن قضى الصارم من هذا العام فيما يرضي ربه تبارك وتعالى.
هذا حق له الفرح، وحق له أن يبدأ عاما كذلك بنفس جديد واستقامة على أمر الله جل وعلا. عمرنا هو هذه الأعوام التي تمر بين أعيننا، والتي نعدها ونحسبها كلما انقضى عام منها. ليس ببعيد ما ذكرنا به أنفسنا وإخواننا عند انقضاء العام الذي سبق هذا العام، وها نحن نعود لمثل هذا اليوم، نعود لنودع العام الذي كنا استقبلناه آنذاك، مر بشهوره وأيامه ولياليه. هي سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، ولنا في هذا العام وقفة مع تأريخ هذه الأمة، لأن هذه الأمة حسابها حساب قمري لا شمسي. العام الهجري هو أصح الحساب، لأن الله تبارك وتعالى إنما جعل الأهلة حسابا للناس. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. توقيت العام لا يكون إلا بهذه الأشهر، أي بالأشهر القمرية التي اعتمدتها هذه الأمة. وأول ما بدأ التأريخ في أمتنا في زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه، لما رأى الأمم من حولهم يؤرخون لأنفسهم، جمع الصحابة واستشارهم في بداية تأريخ لهذه الأمة، فأشار عليه بعضهم أن يفعل كما يفعل أهل فارس، أن يؤرخوا بموت ملوكهم. وأشار عليه غيره بأن يؤرخ تأريخ الروم الذين يعتمدون الحساب الشمسي. وأشار عليه بعضهم أن يؤرخ من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون من مولده، وقال آخرون من هجرته. فقال رضي الله تعالى عنه، وكان ملهما بل هو ملهم هذه الأمة الأول، قال إن الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فنبدأ تأريخنا بها. فكان هذا أول تأريخ لهذه الأمة. فهذه الأعوام التي مضت من تاريخ هذه الأمة أولها هو عام هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن هذه الأمة من اعتزازها بما عندها، من اعتزازها بمقوماتها وبأصولها وما كان عليها سلفها، لا ينبغي لها أن تؤرخ بغير هذا التأريخ، لا ينبغي لها أن تؤرخ بغير هذا التأريخ
الذي يربطها بدينها، يربطها بسيرة نبيها، بل يربطها بعبادتها لربها تبارك وتعالى. الله جل وعلا الذي خلق الشمس والقمر وخلق الأيام والليالي، قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ذلك الدين القيم، هذه هي الشريعة المستقيمة، وهو المنهاج الذي ارتضاه الله جل وعلا لهذه الأمة. من هذه الشهور التي خلقها الله تبارك وتعالى 4 منها هي الأشهر الحرم، دليل أن التاريخ الذي ارتضاه الله عز وجل لهذه الأمة هو هذا التاريخ لا غير، هو هذا التاريخ لا غير، يربطها بدينها. من هذا الارتباط أن من الأشهر أشهر حرم لا يجوز لمسلم فيها قتال، ولهذا قال الله جل وعلا: ذلك الدين القيم، أي هذا هو الشرع المستقيم الذي يجب أن تستقيموا فيه على طاعة ربكم تبارك وتعالى. فلا تظلموا أنفسكم في هذه الأشهر فتتعدوا حدود الله تبارك وتعالى، وقد حرم الله جل وعلا عليكم ذلك. هي أشهر لعبادة الله تبارك وتعالى، ما من شهر منها إلا ويذكرنا بعبادة من هذه العبادات. الأمة كلها تنتظر شهرا من الأشهر المباركة، بل هو أعظم الشهور بركة عندها، ألا وهو شهر رمضان. أشهر كثيرة قبله تتهيأ الأمة انتظارا واستعدادا واستقبالا لهذا الشهر المبارك، فإذا جاءها هذا الشهر قضت أيامه ولياليه على أحسن حال في طاعة ربها تبارك وتعالى، صيام بالنهار وقيام بالليل. ثم إذا انقضى هذا الشهر فرحت الأمة بأول يوم من أيام الشهر الذي يليه، وهو أول أشهر الحج، ألا وهو شهر شوال. ثم ما إن ينقضي هذا الشهر حتى تدخل أعمال الحج في شهر ذي القعدة الذي خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة قاصدا بيت الله الحرام لأداء الحج. ثم يأتي شهر ذو الحجة وفيه العشر الأول من هذا الشهر المبارك، وهي من أفضل وأعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى، الأجر فيها مضاعف. ثم ما إن ينقضي هذا الشهر حتى ينقضي العام ويأتي عام جديد،
وكما أن الله تبارك وتعالى لحكمة بالغة جعل يوم هذه الأمة لا ينتهي إلا بعبادة ولا يبدأ إلا بعبادة، صلاتي المغرب والفجر كذلك عامها لا ينتهي إلا بعبادة ولا يبدأ إلا بعبادة كذلك. فشهر ذو الحجة هو آخر أشهر الحج، وفيه تنتهي أعمال الحج كلها، وتكون الأمة قد أدت فريضة من فرائض ربها جل وعلا، وركنا عظيما من أركان هذا الدين، به تودع عامها. ثم يدخل عليها الشهر المحرم الذي هو من أفضل الشهور عند الله تبارك وتعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، فهو شهر كذلك لعبادة الله تبارك وتعالى، من أفضل الشهور في ذلك، من أفضل الشهور في صيامه وفي عمل البر والخير فيه. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه وفي سائر الشهور لصالح الأعمال. إذا كان هذا تأريخ هذه الأمة، فاعجب لحال الأمة اليوم وهي تترك تأريخها، وهو مظهر من مظاهر عزها لغيره من التواريخ، فتعتمد تأريخا إفرنجيا حسابه لا يستقيم ولا يصلح، وهذا بشهادة أهله وأصحابه عليه. فإن النصارى لما ساءهم ذلك فكروا أن يغيروا التأريخ هذا، أي التأريخ الميلادي بتأريخ آخر، فاعترضت الكنيسة على ذلك. وإن أمة اليهود تعتمد تأريخا خاصا بها كذلك، لا تزال تؤرخ به إلى يومنا هذا منذ أزيد من 5000 عام، لأنها تعتقد أن هذا مظهر من مظاهر عزها في تمسكها بإحدى مقوماتها. ونحن الذين أكرمنا الله عز وجل بأن وفقنا للحق في هذا، أي للحق في الحساب، لأنه أصح الحساب على الإطلاق. الله جل وعلا ما جعل الشمس لحساب الأعوام والسنين، بل جعلها لتعيين الليل والنهار، كما قال ربنا تبارك وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب،
ما خلق الله ذلك إلا بالحق. قدر الله جل وعلا القمر منازل. العلة من ذلك قال الله تبارك وتعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب. هذا حسابنا وهذا تاريخنا، لا ينبغي لنا أن نفرط فيه ولا أن نتركه لغيره من التواريخ. ربما في سنوات ماضية اعتذر الناس بالاستعمار وتأثير الاستعمار علينا، ولكن أين هذا اليوم؟ لا استعمار على أرض الإسلام في غالب أرضها إلا في بعض البلاد، وهي من أحب البلاد إلى المسلمين كبلاد فلسطين والعراق، وكبلاد أفغانستان وغيرها من بلاد الإسلام التي لا تزال ترضخ تحت أقدام الاستعمار الغاشم الظالم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبيدهم وأن لا يبقي منهم أحدا، إنه سميع مجيب. أين الأمة من الاستعمار؟ فهي تدعي أنها كاملة السيادة على أرضها. أليس من سيادتها أن تعتز بتاريخها وأن تعتمد هذا التاريخ تاريخا رسميا في كافة مؤسساتها وإداراتها؟ لا بد هذا، بل إن هذا هو أضعف الإيمان كما يقال. مع الأسف الشديد تأثرنا بهم إلى الأذقان وتشبهنا بهم في كل شيء، واقتدينا بهم في كل صغيرة وكبيرة، وما جاءنا الشر إلا منهم. وإن هذه الأمة إذا كانت تعتقد أن تقدمها وتطورها منوط بتمسكها بهذا الحساب فهي غافلة جاهلة، لأن هذا لا علاقة له بذاك. ووقفة ثانية ينبغي أن نقفها ونحن نودع عاما ونستقبل عاما، نسأله جل وعلا أن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، أن نعلم أن هذه الأوقات هي أعز ما نملك، وأن الله تبارك وتعالى لأجل تنبيهنا إلى هذا الأمر العظيم أقسم في الكثير من الآيات بالأوقات، بالعصر وبالدهر بالعصر تارة دليلا وبيانا على عظمه عند الله تبارك وتعالى وعظم شأنه. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لأمته بل رغبها في أن تحافظ على أوقاتها، كما جاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ رجلا فقال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وصحتك أو عافيتك قبل مرضك. اغتنم هذه قبل أن تفوت عليك.
وتندم بعد ذلك على تفريطك فيها وتقصيرك. لا تزول قدم عبد يوم القيامة، كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، حتى يسأل العبد عن 4: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. لا تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن هذه ال4. وخص الشباب من العمر، لأن الإنسان أقوى ما يكون فيه، وإذا كان كذلك وجب عليه أن يستخدم قوته فيما يرضي ربه تبارك وتعالى، أن يبادر إلى الخيرات وأن يسارع إلى الصالحات. نسأله تبارك وتعالى أن يختم علينا هذا العام بحسن التمام، وأن يوفقنا فيما نستقبل من العام الجديد لما يحبه ويرضاه، وأن يرفع الذكر عن هذه الأمة، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.